السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده بقى كان يوم الجمعة. حبيت كده اشارك اليوم معاكم من اوله، من اول ما حضرنا الفطار لغاية اخر اليوم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. طبعا برحب بكل الناس الحلوة الجميلة اللي معايا في القناة، اخواتي وحبايبي، وكل الناس الجديدة اللي اشتركت معايا في القناة. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. وطبعا لو انت اول مرة تشوفي قناتي يشرفني طبعا وجودك معايا في القناة. اشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات. وما تنسوش تحطوا لايك في الفيديو. ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، اول حاجة بعملها بحضر الفطار في يوم الجمعة. طبعا عارفين الفطار بيبقى يوم كده خاص يعني، والفطار بتاعه مختلف شوية. فطبعا حضرنا طبق الفول الجميل بتاعنا دوت بزيت الزيتون، والطعمية والبصل الأخضر. طبعا الفطار المصري الجميل، الفول والطعمية ده أول يعني إيه، أول حاجة كده لازم نعملها في يوم الجمعة. والعيش بقى والشاي بلبن وكل ده. وطبعا أكلنا الفطار مع بعضينا، ونقوم بقى كده نتكل على الله، نشوف ورانا ايه في البيت. ونشوف هنبتدي نعمل ايه. طبعا انتوا عارفين طول الأسبوع الواحد طبعا بيبقى مشغول في الدراسة مع الولاد وكده، فاليوم بيجري بسرعة واليوم بيبقى قصير يعني. فما بنلحقش نعمل كل حاجة. فبصدق بقى ان انا يجي يوم الاجازة ده عشان اشوف ورايا ايه في البيت. فلازم اعمله يعني كله بقى كده، يعني امسكه تنظيف شامل كده عشان خاطر ايه بقية الاسبوع. يعني لو عملنا حاجات كده اللي هي الخفيفة دي ما ناخدش وقت، عشان بيبقى كل الوقت مع الولاد، يعني رايح مع الولاد. صحيان الصبح وجهزهم للمدرسة. وبعد ما يجوا من المدرسة نعمل لهم الغدا، وبعد كده نشوف بقى الدروس، وبعد كده نشوف المذاكرة. طبعا ده حال كل أم وكان حال كل بيت يعني. فطبعا ما بيبقاش في وقت ان احنا نعمل ايه تنظيف شامل كده للبيت. فبيدوب بيبقى الحاجات الخفيفة، نروق السراير مكان ما نمنا، نعمل شوية أكل وحاجات كده بسيطة يعني. بس بقى فطبعا لازم اليوم دوت نعمل بقى فيه الحاجات الأساسية اللي لازم تتعمل كل يوم، من إن ننفض بقى ونشيل ونمسح وكده، ونغير بقى الملايات، ونبقى الدنيا كده ايه نضيفة. وهو طبعا يوم الجمعة ده بيبقى زي عيد كده في الأرض يعني. فالواحد بيبقى لازم يغير فيه وينظف البيت كده عشان يبقى طول الأجازة اليوم معانا يعني. بس فهنا بقى خلصت الأوضة كده تنفيض. وهنا ده الرف ده أنا بتاع الكتب ده بتاع الولاد. أنا كان عندي ماما كده مركون، فقلت استغله عشان ما كنتش لاقيه لهم مكان احط فيه الكتب بتاعتهم. فقلت اعمل لهم كده مكان. طبعا معلش انا ما عرفتش اصور وانا بعمله لكم، ما عنديش ستاند، فعشان كده ما كنتش عارفه اصوره. بس هو كان شكله كده، هو مش احسن حاجه يعني، بس حاجه مؤقتا على بال ما يعني على بال ما اعمل لهم مكان يعني للكتب وكده. بس فهشيل طبعا كده وانفضه وامسحه برضو عشان انظم عليه الكتب. بس هو بصراحة يعني لملي الكتب كلها وخلى الشكل يعني احسن نوعا ما، يعني ان هو بدل ما كانت الكتب مبحترة في كل ناحية، فهو لملي الحاجة كلها وبقت بصوا الشكل يعني كان احسن يعني. وشايل كمية كبيرة يعني من الكتب والحاجة. بس يعني الواحد بيتصرف بيعمل اي حاجة عشان ينقذ بيها الموقف يعني. بعد كده بقى هفرش ملاية السرير النضيفة. غيرت الملاية وهفرشها. وبعد كده طبعا هشيل وهمسح الأرضية وكده. طبعا في حاجات كتيرة أنا ما بحبش انزلها عشان بس ما بعرفش اتحكم في الخصوصية بتاعتي. اكيد لو وطيت مسحت او عملت في الارض كده اكيد هبان يعني. وانا ما بحبش يعني. الواحد بيحافظ على خصوصيته عشان ما يلاقيش كلمة مش حلوة او تعليق مش بالظريف من حد يعني. ففي حاجات بحاول ان انا اشيلها، واللي بقدر ان انا اصوره بصوره. بس كده خلاص انا خلصت الأوضة ومسحتها، وطبعا فرشت الفرش بتاعها تاني وبقت كده زي الفل. طبعا هي الأوضة دي مش ما بتستخدمش كتير، بس لازم الواحد يخش يعملها يعني. بس ندخل بقى على اللي بعديها. الأوضة دي وهي دي بقى أكتر أوضة الواحد بتتهري بصراحة يعني عشان بننام فيها وكده. ده هنا الأوضة دي بتاعت ماما، وكانت هي جابت لنا سراير جديدة تاني عشان خاطر يعني كلنا بقى أولادنا وكده، وكلنا لما بنيجي نبات فما كانش بيبقى في مكان.
طبعا انتوا بتفتكروا ان انا لما كنت بصور لكم قبل كده من بيت ماما، كان هي الاوضه دي بس ما فيهاش غير السرير. وكانت رايقه كده الباقي، لكن بقى بعد كده راحت هي مزوده سراير، يعني قالت عشان لما تيجوا بولادكم كده تلاقوا كل واحد ينام في مكان يعني. بس بعد كده انا خلصت بقى الاوضه ديت، وبرضو مسحتها وفرشتها، يعني انا انجزت الفيديو كتير عشان خاطر اصور لكم بقيه اليوم، عشان ده كان كله بصراحه في يوم واحد يعني. بس بعد كده بقى يجي وقت الغدا، كنت انا خلصت الدنيا بره والدنيا بقت رايقه، فقلت بقى اخش على المطبخ اشوف بقى نعمل غدا ايه. النهارده كان يوم المحشي. حبيت كده بقى ايه اوريكم طريقتنا في المحشي اللي احنا بنعمله، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه طبعا كالعادي يعني بنحمر بصلايه كده في الزيت، وبعد كده بحط معاها شويه توم. والتركه بقى الحلوه اللي بتدي كده ريحه مختلفه وطعم المحشي، شويه الخضره دول اللي بيتحطوا في الاول ويتحمروا كده مع البصلة والثوم، بصراحة بيدوا ريحة حلوة قوي للمحشي وبيدوا طعم مختلف. فلو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. مش التحميرة اللي هي يا دوب بس بيتقلبوا ريحتهم تطلع. طبعا كنت انا مجهزة الطماطم ومصفياها وحطيتها على البصل، وسبتها لغاية ما تتسبك. وهنا طبعا كانت بعد ما اتسبكت، بصوا بقى الجمال. وطبعا بنحط بقية الخضرة انا بحط الخضرة في الاخر خالص، بعد ما بطفي على الصلصة، عشان تفضل الخضرة مخضرة كده في المحشي. بس طبعا بقى ونحط الرز ونقلب كده. بصوا بقى الخضرة خضرة ازاي في قلب المحشي، مش دبلانة يعني. وحشيناه بقى، طبعا كل حاجة بتمر بسرعة. بس عشان خاطر لو احنا عملنا كل حاجة بالوقت يعني هناخد وقت كتير. حطيته بقى طبعا يستوي على النار كده زي ما انتم شايفين، واتشرب وقرب يستوي. وادي هنا بقى غرفته. بص الشكل عامل ازاي، حاجة كده تفتح النفس يعني. بس خلاص، وادي كان اليوم بتاعنا. يا رب يكون يعني اليوم عجبكم.